مش قادرة يا ابني اكمل، السلم طويل. عارف بعد كل ده يا واد يا مصطفى ما وافقتش بالعروسة، هعمل فيك ايه؟ الحاجات دي نصيب يا امي. نصيب؟ انت يا اخويا ما بيعجبكش العجب. يلا بس تعالي هاتي ايدك. هي دي الشقه يا علي؟ ايوه هي. طب خبط يا ابني، يلا مش قادرة اقف. ده باين عليه العريس يا ملك، هتفتحي ولا انا اللي افتح؟ لا انت ولا هي، انا اللي هفتح. خش جوه يا ملك. يبقى اطلعي انت حطي الشاي. حاضر يا بابا. اهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا حاج، اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم، ازيك يا حاج رضا؟ الحمد لله يا حبيبي، ازيك يا علي؟ الحمد لله يا حاج، ده مصطفى ووالدته. اهلا وسهلا، نورتونا، اتفضلوا اقعدوا. اتفضلي اتفضلي يا حاجه، تعالي. احنا يا حاج جايين نشوف بنتكم، ولو حصل قبول بينها وبين ابني نقرا الفاتحة. طبعا طبعا، يشرفنا. علي كان مكلمنا عن اخلاق مصطفى واحترامه وتدينه، ولما شفنا حضرتك يا حاجه اتاكدنا فعلا. الله يخليك يا حاج، تسلم يا رب. طب ايه، مش هنشوف عروستنا بقى؟ اه طبعا طبعا، دلوقتي حالا اهو. يلا يا ملك عشان عايزين يشوفوكي. جاهزة يا ماما. طب يلا تعالي اطلعي. حاضر. مساء الخير. اهلا اهلا بعروستنا الحلوة، تعالي يا حبيبتي. حط الصينيه يا ملك. حاضر يا بابا. ما شاء الله على ملوكة، زي القمر يا حبيبتي. شكرا يا طنط. اتفضلوا اشربوا الشاي. خير خير، مصطفى. معلش ده القهوه خير. انا اسف يا عمي والله غصب عني. لا يا ابني ما تقولش كده، فداك. قوم اغسل هدومك وايدك يا حبيبي في الحمام. يا ملك. نعم يا بابا. وري يا حبيبتي مصطفى مكان الحمام. وقولي لوالدتك تيجي تشيل الشاي ده اللي اتدلق. حاضر يا بابا. اتفضل يا استاذ مصطفى. ايه يا ماما العريس ده ماشي بيعرج يا ماما. انتوا ما قلتوليش يعني ان هو اعرج. بس يا بنتي وطي صوتك، عيب يسمعوكي. يسمعوني بقى ويخلي عندهم دم ويمشوا، انا مش موافقة عليه. هو ده الكلام. هو انت يا مصطفى مفيش فايدة فيك؟ كل ما نروح نتقدم لواحدة تعمل كده، تطلق الحاجة عليك وتقوم تمشي تعمل نفسك اعرج عشان البنت ترفضك. هي ترفضني احسن ما انا ارفضها يا امي. وترفضها ليه يا ابني؟ البنت حلوة. لا مش عجباني. تصدق يا مصطفى، انا غلطان اني بتصدر لك في موضوع زي ده. خليكي شاهده يا حاجه، انا بعد كده مش هتصدر لمصطفى في اي موضوع زي ده. انت حر. ايه يا مصطفى، نقول مبروك؟ مبروك على ايه؟ سمعت انك كنت بتتقدم لواحده امبارح. لا ما حصلش نصيب. طب قول له ما حصلش نصيب ليه، ولا تحب اقول له انا؟ بغض النظر عن الاسباب، هو ما فيش نصيب. طب ما تزعلش، ان شاء الله ربنا يبعت لك بنت الحلال ان شاء الله. ايه رايك في البنت دي؟ مين دي؟ دي واحده جارتنا. امي جابت لي صورتها عشان اوريها لك. انت مش قلت امبارح مش هتتصدر لي في موضوع تاني؟ يا عم عايز افرح بيك، امسك شوفها. لا يا عم مش حلوه. تخينه ومليانه كده. مش عجباني. يا مصطفى مش بالشكل والله. يمكن لما تقعد معاها تحبها. لا لا لا، انا الشكل رقم واحد عندي. طالما ما حصلش قبول من اول مره انسى الموضوع براحتك. هو القبول بالعافيه؟ ادخل ادخل يا اخرة صبري. وبعدين يعني هتفضل كل ما تتقدم لواحدة وما تعجبكش تعمل الحركات دي؟ ايوه يا امي، طالما شكلها مش عاجبني مش هقبل بيها. يا ابني مش كل حاجة الشكل، البنت محترمة، ليه تضيعها من ايدك؟ وانا هعمل ايه باحترامها وانا مش عاجبني شكلها؟ ما انا هتصبح واتمسى بيه كل يوم. انا تعبت وغلبت معاك بجد. ايه مش معقول يعني ولا واحدة عجبتك؟ انا برضو مقتنع ان الحاجات دي نصيب. حتى لو شكلها مش حلو ليا نصيب فيها هاخدها. سيبيها للنصيب. انا هدخل انام شويه. يا رب عشان خاطري. عشان خاطري يا رب ارزقني. ارزقني يا رب ببنت شكلها كويس ومقبول بالنسبه لي. حتى لو شكلها مش كويس يا رب ارضيني بيها. نفسي افرح يا رب وافرح امي. نفسها تشوف ولادي. بس انا يا رب ليه مش قابل اي واحده؟ يا رب فرحني وبشرني بالخير كله. صباح الخير يا امي. صباح النور يا ابني. ايه يا امي، زعلانه مني؟ وهزعل ليه يا ابني؟ انا زعلانة عليك مش منك. انا لو هعيش لك النهاردة مش هعيش لك بكرة. كان نفسي اشوف عيالك وافرح بيهم قبل ما اموت. بعد الشر عليك. بقولك يا امي، انا حلمت حلم وعايز احكيهولك. طب اسمع بس، انا كنت بفكر في حاجة كده، قبل ما تحكي لي الحلم احكيها لك انا. طيب ماشي قول. خالتك مديحة اللي عايشة في البلد، مالها؟ فاكرها؟ يعني اخر مره شفتها كنت صغير شويه فمش فاكرها قوي. عندها بنت لسه ما اتجوزتش. ايه وشك اتقلب من قبل ما احكي؟ لا لا لا، مفيش حاجه، كملي بس. بقول يعني ما نشوف لك بنتها، امها حلوة واكيد البنت حلوة زيها. يعني انت ما شفتهاش خالص يا امي؟ اخر مرة شفناهم يا ابني كان من 15 سنة، ناسياها. ايه مش عاجبك الكلام؟ لا يا امي، اصل انا حلمت باللي انت بتقوليه ده. ازاي يعني؟ حلمت ان انا وانت رحنا اتقدمنا لها.
بجد والنبي؟ ده حاجة غريبة قوي. ايوه والله يا امي، يعني انا جاي احكي لك تقوم انت فاتحه معايا الموضوع، عشان كده مستغرب. بس انا حاسس يا امي ان دي اشاره من ربنا وان نصيبي معاها. بس انت متاكده يا امي انها ما اتجوزتش ولا اتخطبت؟ لا لا، انا بتواصل مع خالك على طول، بيجيب لي اخبارهم. طب ايه رايك يا امي لما نروح عند خالي ونساله يعني ونفتح معاه الموضوع؟ مفيش مشكلة. خلاص يا امي، انا النهارده مش هروح الشغل ونروح عند خالي، عشان انت عارفه برجع من الشغل متاخر، فما ينفعش نروح له متاخر كده. خلاص يا ابني ماشي. اهلا 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 بالحبايب، اهلا. ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ شرفتوني ونورتوني. تسلم يا حبيبي. ازيك يا واد يا مصطفى؟ الحمد لله يا خالي، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، تعالوا اقعدوا. ليك وحشة يا حبيبي. امال مراتك فين؟ على حظكوا بقى، اختها عامله عمليه وقاعده معاها بقالها يومين عندها. الف سلامة على اختها، تيجي بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك يا حبيبتي، وحشتوني والله. انت اكتر يا اخويا. ما بتجوش ليه؟ ادينا جينا اهو. نورتوا يا حبيبتي. بقولك يا اخويا، انت بتكلم اختك مديحة؟ اه بكلمها وبتكلمني، انت ما بتكلمهاش؟ لا والله مش على طول، بس انا عارفة انها بتكلمك على طول، يعني طول عمركم انتوا قريبين من بعض. ايوه احنا على تواصل على طول. اصل انا كنت بقول يعني للواد مصطفى ما يشوف بنتها كده لسه ما اتجوزتش اهو زي حالاته. ليلى؟ ايوه. والله ما انا عارف، بس ايه يا خالي؟ يعني اللي اعرفه من اختي ان جوزها صعب شوية. عارفين بقى، هو عمدة البلد وما بيقبلش بأي حد بسهولة، يعني بيقولوا العرسان داخلة طالعة وما بيقبلهمش. ايوه بس ده ابن خالتها، مستحيل ما يوافقش يعني. والله ما انا عارف، بس ابوها مقفل عليها قوي، دي ما بتطلعش الشارع حتى. للدرجة دي؟ ايوه ابوها صعب. تفتكر يعني مش هيوافق؟ لا انا ما قلتش كده. عموما خلاص، روحوا جربوا حظكم، ولا تحب اكلمها؟ لا لا لا، ما تكلمهاش، احنا هنروح لها. خلاص، بالتوفيق ان شاء الله. انا مش عارف يا ام، اشمعنى يعني خالتي مديحه هي اللي قعدت في البلد وانتوا طلعتوا؟ اصلها هي اكبر واحدة فينا واتجوزت اول واحدة وقعدت بقى مع جوزها، لكن احنا امي وابويا خدونا وطلعنا المدينة. الصراحه ساكنين بعيد قوي. واحنا برضو ساكنين بعيد عليهم. ده احنا طالعين من 9 الصبح وبقينا المغرب اهو ولسه ما وصلناش. مش مهم، المهم يجي بفايدة واشوفك بقى عريس. ان شاء الله يا امي، انا متفائل. احنا بقالنا ساعتين قاعدين بنلف في نفس المكان. حاولي تفتكري يا ام البيت. انا فاكرة يا ابني انه كان بيطل على البحر، بس مش عارفة انه واحد فيهم. خلاص تعالي نسال الشباب اللي واقفين دول. لو سمحت، بتنادي يا اخ؟ ايوه. ما تعرفش حضرتك بيت العمده حسان فين؟ العمده حسان؟ اه طبعا عارفه. اخر الشارع ده على ايدك اليمين، هتلاقي البوابه بتاعته لونها ابيض. طيب متشكر جدا، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. من مسكة الورد والهدية اللي معاه باين كده عريس للبت ليلى، مش كنت انت اولى بيها؟ تفتكر عريس؟ اه شكله كده. عادي، كده كده ابوها ما بيوافقش، هنشوف. مين؟ نعمة؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني وحشتيني قوي يا حبيبتي، وانت كمان يا مديحة. عاش من شافكم يا حبايبي، تعالوا تعالوا. النهارده عيد والله، مفاجأة حلوة قوي. نورتوا البلد ونورتوا المكان. تسلمي يا روح اختك، تسلميلي يا حبيبتي. انتوا واقفين ليه؟ تعالوا اقعدوا. ازيك يا مصطفى؟ كبرت يا حبيبي، شكلك اتغير خالص. انت عارف اخر مرة شفتك امتى؟ يجي من 15 20 سنة كده. ربنا يخليك يا خالتي، اه والله بقالنا كتير ما شفناش بعض عمر. طب ما بتجوش ليه طيب؟ اسكتي يا مديحة، ده المشوار هد حيلي. احنا يا اختي طالعين من الساعة 9 الصبح. طب ما قلتليش ليه؟ يخص عليكي، كنا بعتنالك عربية بدل ما كده تيجي كده في المواصلات. ما تحرمش منك يا حبيبتي، احنا قلنا نعملها لك مفاجأة، احلى مفاجأة والله. إيه، هو عمي حسان مش هنا؟ لا، عمك مش هنا، طلع مشوار بس كده وجاي. وبنوتتنا الحلوة ليلى عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة والله. ناديها لنا كده نسلم عليها. حاضر حاضر، هناديها لكم عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. انا متحمس قوي يا امي اشوفها. والله وانا كمان يا مصطفى، كانت صغيرة خالص والله، ما اعرف شكلها ايه. حلوه ان شاء الله زي امها. ان شاء الله يا ولا. مساء الخير. مساء النور يا بنتي، اهلا وسهلا، نورت. اهلا بيكي. ايه ده يا امي؟ هي دي ليلى؟ ايوه يا ابني، هتكون مين يعني؟ زي القمر اهي. انت يا ابني مش عاجبك العجب؟ مش معقول يعني، ما البنت حلوه وزي القمر اهو. هي ممكن ما تكونش ذوقك يعني، بس مش مشكله، حلوه برضو. خلاص بقى يا مصطفى، احنا جايين من اخر الدنيا، عيب كده. ويعني عشان جاي من اخر الدنيا يا امي اقبل بكده يعني؟ ما هياش وحشه يا حبيبي والله، حلوه. انت عينك فيها ايه بس؟ انا مستغرباك والله، كل البنات اللي انت بتشوفهم حلوين وبرضو مش عاجبك. انت معمول لك عمل ولا ايه؟ ايه اللي انت جايبه ده يا مصطفى ومكلف نفسك يا حبيبي؟ لا ولا تكلفه ولا حاجه، دي حاجه بسيطه.
هي دي ليلى يا مديحة اللي قدمت لنا الشاي والحاجة؟ لا يا حبيبتي مش ليلى دي. يا لهوي للدرجة دي مش فاكراها؟ دي بنت كده بتيجي تساعدني كل يوم وبديها اللي في النصيب. انا فكرتها ليلى والله. لا ليلى في اوضتها. انا كلمت حسان عشان اقول له يعني ينفع ليلى تنزل تسلم عليكم، بس قال لي لا استني لما اجي. ما تاخذنيش يا حبيبتي بس ابوها شديد قوي. ما اخوكي قال لي ما تقلقيش احنا جايين وعارفين كل حاجه، احنا مستنيين يعني، احنا ورانا ايه، احنا كده كده بايتين معاكم لبكره. يا سلام تنورونا. طب يا امي انا اطلع شويه كده اتمشى كده واتفرج على البلد لحد ما عمي حسان يجي. يا حبيبي اطلع واتمشى كده واتفرج. ماشي يا مصطفى. عن اذنكم. ده ما شاء الله البلد جميله قوي. ده انا اول ما امي قالت لي ارياف اتخيلتها غير كده خالص. الكافيتريات تحفه والاماكن تحفه. مساء الخير. مساء النور. مش انت برضو اللي سألتني عن عنوان العمدة من شوية؟ لما شفتك قاعد هنا كده قلت اما اسألك وصلت للعنوان؟ ايوه وصلت له كتر خيرك. تسمح لي اقعد معاك شوية؟ طبعا اتفضل. هو انت حضرتك جاي تتقدم لليلى؟ ما تاخذنيش يعني حضرتك تعرفها منين؟ دي بنت العمدة ازاي محدش يعرفها يعني؟ فانت يعني جاي تتقدم لها؟ ايوه. طب وانت شفتها قبل كده؟ الحقيقة لا. طب انصحك بقى تخلع بدري بدري. ليه بتقول كده؟ لانها مش حلوة خالص. وفر وقتك احسن لك. وكده كده ابوها مش هيوافق يعني. شكرا على النصيحة. عن اذنك. نورتينا يا ام مصطفى والله. تسلم يا حاج حسان، ربنا يخليك، منور باصحابه المكان. مصطفى بقى لما لقاك اتاخرت قال لي اطلع يتمشى شويه كده لغايه ما انت تيجي. معلش والله انا لو عارف ان انتوا جايين لا كنت رحت ولا كنت جيت، كنت فضلت قاعد في البيت مستنيكم. الله يبارك لك يا رب. اهو مصطفى جه. مساء الخير يا عمي. مساء النور. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا عمي بخير الحمد لله. اروح بقى ناديتكم ليلى. يا حاجه ناديها. البلد عجبتك يا مصطفى؟ يا عمي جميله قوي الصراحه، عكس ما انا كنت متوقعها تماما. مساء الخير. بسم الله ما شاء الله. عمي حسان، انا طالب ايد ليلى واتمنى ان حضرتك ما تكسفنيش. يهكتك ايه، استنى يا ولا على طول كده. مش على طول ولا حاجه يا امي، انا جه معادي النصيب اللي لا بيتقدم ولا بيتاخر ساعه، وانا موافق يا مصطفى. معقول يا حاج، من امتى انت بتوافق؟ هقول لك يا ام ليلى، انا امي الله يرحمها اللي هي جده ليلى كان نفسها ومنى عينها ليلى تتجوز حد من العيله، وخاصه من ولاد خالتها، وانا طول حياتي مقرر ان احقق لها حلمها وافرحها. انا كنت عارف ان كل ولاد خالات ليلى متجوزين ما عدا مصطفى، وكنت حاسس قوي ان هو هيجي يتقدم. ولما كان في ناس بيتقدموا لها وانا جاي اخد قرار كنت حاسس اني مربط وان حاجه بتقولي ما توافقش. ولكن لو ما كانش جاي مصطفى في الوقت ده بالذات اللي انا كنت حاسس فعلا ان هو هيجي فيه، انا كنت هجوزها لاي واحد ابن حلال. ولكن النصيب غلاب. النصيب مش محتاج منك سعي مرهق، النصيب هيلف ويلف ويجيلك لغايه عندك. ما تقوليش انا في البيت مين بيشوفني، ما تقوليش انا محدش عارفني. مش لازم خروجات، مش لازم علاقات، اللي مكتوب لك مش هيغلط طريقه. ولو اتأخر ده مش نسيان، ده ترتيب. ما تخافيش حتى لو الدنيا ساكنة حواليكي ومفيش جديد، اللي عند ربنا شغال ومش ساكت وهادي زي ما انت متخيلة. لا هو بيتهيأ عشان يجيلك بأفضل حال وأفضل حالة انت عليها. اهي كانت قاعدة في أوضتها لا خارجة ولا بتكلم حد ولا بتدور. ربنا كان كاتب ان نصيبها هيمشي ليها خطوة خطوة لحد ما يجي ويقف عندها. اللي ربنا كاتبهولك محدش غيرك هياخده، حتى لو انت في الشرق وهو في الغرب.